مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث، تسريبات وتوقعات الحلقة 17. تتصاعد الأحداث بشكل غير مسبوق، وتقترب خيوط الصراع من لحظة حاسمة قد تغير مسار القصة بالكامل. فهل وصلت المواجهة أخيرا إلى نقطة لا عودة؟ وهل سنشهد فعلا محاولة اغتيال سكرة؟ وماذا عن قمر وجراح؟ هل يتمكنان من النجاة أم يقعان مجددا في قبضة مبروك؟ الحلقة 17 تبدو مليئة بالمفاجآت والتصعيد الخطير، حيث تتحرك جميع الشخصيات في سباق متوتر قد يقلب الموازين. الأحداث تبدأ الحلقة بعد لحظات من الهروب الخطير الذي شاهدناه سابقا. يحاول قمر وجراح العودة سريعا إلى السيارة في أمل الابتعاد عن المكان قبل أن يصل إليهما أحد، لكن الصدمة تحدث فورا، فالسيارة لم تعد في مكانها. يبدأ الاثنان البحث في الحارة التي تركا فيها السيارة، ولكن زهراء والدكتورة أخذتاها وتوجهتا بها إلى الشرطة. هذا التطور يزيد الوضع خطورة، لأن مبروك قد يعود في أي لحظة ويعثر عليهما. وفي الوقت نفسه يتضح أن مبروك وجرمل لم يموتا في الحريق كما ظن البعض، بل نجوا بإصابات طفيفة فقط، فقد كان يرتديان سترات سميكة خففت من آثار الحريق. يدرك قمر وجراح أن البقاء في المكان أصبح شديد الخطورة، فيبدأان البحث بسرعة عن أي وسيلة للهروب، لكن الوقت لم يكن في صالحهما، فمبروك كان قريبا بالفعل ويتتبع أثرهما. وبعد بحث قصير يتمكن من الوصول إليهما قبل أن يتمكنا من الفرار. هذه المرة لا تحدث مواجهة طويلة، إذ يسيطن مبروك عليهما بسرعة ويقبض على قمر وجراح مرة أخرى، ثم يعيدهما معه برفقة جرمل دون أن يصيبهما أي أذى، لتعود الأمور إلى نقطة أكثر خطورة مما كانت عليه. وفي خط آخر من الأحداث تقع الصدمة الكبرى، إذ تتعرض سكرة لمحاولة اغتيال مفاجئة حين يهاجمها مساعد، ثم يفر سريعا من المكان قبل أن يتمكن أحد من اللحاق به. يختفي بعدها تماما، ما يفتح باب الشكوك ويشعل بداية تحقيق واسع لمعرفة من يقف خلف هذه الجريمة. يبدأ شاهين التحرك فورا لفتح التحقيق، ويتجه إلى منتجع هواء حيث توجد حريم الديرة. هناك يبدأ بجمع المعلومات ومحاولة معرفة ما حدث بالضبط، وخلال التحقيق تتجه الشكوك نحو رميح، لأنه كان آخر من شوهد مع سكرة، كما أنه الشخص الوحيد الذي كان موجودا في المنتجع في تلك اللحظات. ومع تزايد الشبهات يبدأ الضغط عليه لكشف الحقيقة. أما فزاع فيتحرك في اتجاه مختلف تماما، إذ يبدأ بتجميع الرجال والسلاح وكل ما يمكن استخدامه في المواجهة القادمة. يتم تجهيز العتاد والقنابل والاستعدادات الكاملة، لأن فزاع يخطط لغزو قبيلة الشيخ صقر في خطوة قد تشعل حربا كبيرة بين القبائل. وفي الجهة الأخرى يبدأ العقرب التحرك أيضا، لكن هدفه مختلف، فهو يبحث عن الشخص الذي سرق المال. فزاع هدده بوضوح بأنه إذا لم تعد الأموال فسوف يقتله، لذلك يبدأ العقرب رحلة البحث لمعرفة من يقف خلف السرقة قبل أن يدفع الثمن بنفسه. وفي محاولة أخيرة لإنقاذ الوضع تتجه زهراء والدكتورة إلى الشرطة، ويقدمان بلاغا رسميا يفيد بأن قمر وجراح تم اختطافهما. تبدأ الشرطة بالفعل عملية بحث واسعة للعثور عليهما، لكن هذه الجهود لا تصل إلى نتيجة، لأن مبروك وجرمل كانا قد أعاد القبض عليهما بالفعل. بعد ذلك يتواصل مبروك مع فزاع ويخبره بالخبر الحاسم: لقد تمكن من الإمساك بقمر وجراح مرة أخرى. عندها يتخذ فزاع خطوة أخطر بكثير، إذ يتصل مباشرة بشاهين ويضعه أمام خيار صعب جدا. الشرط واضح: إذا أراد إنقاذ قمر وجراح عليه أن يسلم نفسه. هنا يصل التوتر إلى ذروته. يدرك شاهين أن حياة قمر وجراح أصبحت في خطر حقيقي، وبعد تفكير صعب يتخذ قراره الحاسم. يقرر أن يسلم نفسه لفزاع مقابل إطلاق سراحهما، في خطوة قد تقلب كل موازين الصراع في الحلقات القادمة. الأحداث القادمة تبدو أكثر اشتعالا من أي وقت مضى. اكتب رأيك وتوقعاتك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. Bill.icon